السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد وان شاء الله النهارده اليوم ال17 من عند الكتاكيت البيضة والساسو. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الاجهاد الحراري. بس قبل اي حاجة، اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا. انا هنا وسعت لهم، نقلتهم من المكان اللي كانوا فيه. دي حاجة علشان يبقى فيه مكان فيه مصدر تهوية. نقلتهم في مكان اوسع واكبر. رشت لهم طبقة جير مطفي وطبقة نشارة، وحطيتهم قصد الشباك عشان يجيلهم هوا يعني. شوفوا مش الفرخ يعني فاتح بقه ومش قادر يتنفس. في حاجة كمان، لازم نحط لهم خافض حرارة، جسمهم بيبقى سخن. باراستامول بقى، ستال، عندك بنادول، اسبرين. انا كان عندي قرص بروفين، حطت لهم قرص بروفين مع رافع مناعة. كنا خلاص خلصنا تحصينة الكوكسيديا والكوليستريديا. عملت جرعة كوكسيديا 3 ايام وكوليستريديا 3 ايام. بعد كده ريحتهم يومين. بقيت احط مية الصبح ورافع مناعة بالليل. انما الوقت بقى احنا بنحط خفض للحرارة علشان الجو وعلشان الاجهاد الحراري اللي عندهم. والصبح حطت لهم ليمون ضرباه في الخلاط مع نعناع، حطيته لهم الصبح. وبالليل بحط خفض حرارة اخر النهار، يعني خفض حرارة مع رافع مناعة. الدورة دي يا جماعة بادئة من 17 يوم. اللي حابب يتابع بقى يشوف الفيديوهات اللي قبل كده. ودعموني بقى واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.